هو خداها مني كم يوم عشان يقهرني، ما كان عندي لها ملابس. تدرين إن الرجال ما يفكرون بالطريقة اللي حنا نفكر فيها يا ريم. تدرين أن الرجال ينظرون إلى الحياة نظرة عملية. إحنا يا النساء ننظر لها نظرة شلون كماليات. هم لا تستفيد بنتي من هذه الملابس وتستهلك وحرام تنقط. ولاحظي أن الرجل دائما في طبيعته اقتصادي عكس المرأة. المرأة لا، ليه طبيعتها من يوم انها صغيرة وهي تهتم بالجمال وبالمكياج وباللبس والكشخة والسنع والديكور. الرجل ما عنده هذه الأمور، دائما نظرته اقتصادية. فثقي تماما هو لما جاب لك هذه الملابس مو قاصد يقهرك ولا بباله ولا يهمه، وبالعكس هو شايف انه مسوي خير الحين. ما جاب لي أي شيء من الملابس، يعني ما عندي لها ملابس جديدة شيء حاجة، ما في ولا شيء غير كذا 3 لبسات أو 4 لبسات وملابس حتى بنت أختها. كنت طلعتي ما جابها. هلا اصبري قصدك الملابس الجديدة حقت بنتك انت لما طلعتي من البيت ما اخذتيها وما جابها لك، جاب لك ملابس مستعمل كذا قصدك صح؟ أيوة ايوه هذا اللي فهمته يا حور. حور تقول الا يعني ملابس بنتك اخذوها الجديدة كلها، اخذوها ما اعطوك اياها صح؟ طلعنا من أخذنا بنتي كذا لبسة. كبرت البنت، حنا لنا 3 أشهر، مو راحت عندهم يوم قمت أطالب بنتي يجيبوها لي يعطوني إياها. يوم عطوني إياها جابوا لي كذا لبسة وكلها حقت بنتهم. أنا شلون عرفت إنها حقت بنتهم؟ عشان ما أظلمهم رجعت للصور اللي عندي اللي هو كان مرسلها لي. رجعت لا، وأنا اللبس هذا شايفته يعني، ورحت رجعت إلا لقيت نفس اللبس هنا. انقهرت. أنا كنت حاطة أمل إنه رجعوا كذا وتحسن الحياة، لما شفت هذا الشيء انقهرت مت. يعني فوق هذا كله قدام الناس يقولون ما حنا مقصرين معاها ومع بنتها ومدري إيش ومن الكلام هذا. طيب شلون أنتم مقصرين وجبتوا لي 3 لبسات أو 4 لبسات ولبس بنتكم؟ والله حرام. وطقاق 2